عزيزيني وعزيزاتي، معاكم عقارينو، ولسه مكملين في الغوص في عالم العقارات لأنه هو أشبه بعالم الجريمة وعالم الغموض. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو الأسعار الخيالية والأسعار الفلكية. تلاقي حد عارض شقة في منطقة شعبية، تيجي تخش تشوف التفاصيل تلاقي العمارة قايلة للسقوط، الأسانسير مش شغال، ممكن تلاقي كمان السلم أصلا لسه ما عملوش، وتلاقي السعر 5 مليون جنيه. طب ليه؟ هو أنا رايح أجيب شقة في باريس جنب برج إيفل، وتيجي تسأل السمسار هي ليه السعر عالي بالمنظر ده، يقول لك أصل المنطقة طالعة. كلنا عارفين كويس إيه اللي طالع بالظبط. معاكم عقارينو هيكشف كل التفاصيل دي، لأن برضه في موضوع مهم جدا بيشغل بال كل مواطن وكل مواطنة: الأسعار الفلكية اللي بقت تتغير كل يوم والتاني. تلاقي النهاردة الشقة بمليون، بكرة بمليون ونص، بعده باتنين مليون، وتيجي تقول له هي الأسعار متغيرة ليه بالشكل ده، يقول لك أصل يا باشا معلش الدولار غلي. جرى إيه؟ هو أنا بشتري شقة ولا عملة صعبة؟ وعلى رأي المثل: اديني على قد البطاطس، لكن السماسرة البطاطس عندهم بقت كافيار. يعني باختصار السوق مليان أرقام فلكية، ولكن محتاج حد يحط له فرامل. كان معكم عقارينو، وانتظرونا في حلقات جديدة من عالم العقارات وعالم عك عك ربك يفك. سلام عليكم.